عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ايه من قناه ايه شانل. لو اول مره بتشوفيني يا ريت بقى لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها. النهارده بقى ايه، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل بقى ايه مع بعض تنظيفات العيد واحده واحده كده، مش هنعمل كله في يوم واحد طبعا. هنبتدي بالمطبخ. بصراحه انا الشقه هي اصلا نضيفه، ايدي فيها على طول، وكنت شايله السجاد التقيل وحاطه حافظات كده ومشايات صغيره. اول ما الجو ابتدى يحرر عملت كده، بس بصراحه برمى السجاد وشايلاه. فلسه هغسله معاكم. وهو السجاد يعني الى حد ما نضيف، بس برضو ايه لازم برضو غسله العيد وكده. فهنغسله ان شاء الله مع بعض. والمطبخ بصراحه النهارده كده عايزه اعمله. هو برضو يعني ايه، الدنيا برضو متظبطه، مفيش مواعين، الدنيا ممسوحه مسحه الارض بتاع، بس برضو ايه عايزه انزل الشفاط. وادعك البوتاجاز كده دعكه حلوه، حاطه دلوقتي عليه ورق فويل. حاطاه من العيد الصغير، فعايزه بقى ايه اشيله. انا طبعا على طول بعد كل اكله بغسله كده، بعمله معامله البوتاجاز برضو، بس بقى ايه عايزه اشيله. وبصراحه وحشني شكل البوتاجاز، وهو بيلمع كده وشكله حلو، فعايزه اشيله والمع بقى البوتاجاز ونغسله غسله حلوه مع بعض. وننزل الشفاط ونغسله برده، والدواليب بقى نفضيها من جوه ونعمل ضرفه الخزين. والمواعين نشوف اللي عايز يتلمع نلمعوه. يعني هنظبطه كل حاجه مع بعض، تظبيط العيد. بس ونغسله بقى التربو وان شاء الله نعمله كله مع بعض. فانا دلوقتي لسه طالعه من تحت، فجبت شويه منظفات كنت محتاجاها وكانت ناقصاني. بصراحه انا بحب اجيب حاجتي كلها من ماي واي. المنظفات بتاعتها اللي يعلى عليها تحفه 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 يعني بجد. بس انا بسأل على الاسعار بتاعت ماي واي، يعني ايه ده، ايه ده بجد. اسعار بقت فلكيه. الحاجه اللي كنت بجيبها ب10 وب12 جنيه والكلام ده بقت بحاجه و40 وعدت خالص. فانا بصراحه ما جبتش غير حاجات صغيره بس من ماي واي. وجبت الباقي اللي هو الحاجات بتاعت اللي هي بتاع المنظفات اللي هي السايبه دي اللي احنا متعودين عليها. بس فانت لو هتجيبي كل حاجه من شركات والكلام ده، انت عايزه ميزانيه تانية خالص للمنظفات، عايزه قبض لوحده كده عشان المنظفات. بس برضو ايه، يعني انت اتعاملي مع واحد بتاع منظفات يكون كويس. تكوني مجربه حاجته قبل كده بتاع، يعني عارفه ان حاجته كويسه. جربي دوت وجربي ده لحد ما ايه تستقري كده على واحد يكون حاجته كويسه ومريحاكي. وبس. فانا بقى كنت عايزه صابون سايب، كان الصابون عندي خلصان. كنت عايزه كمان كلور. فده الصابون دوت بتاع شركات، انا بتعامل مع حد بيجيب اللي هي الصابون بتاع الشركات اللي هو الفيري والكلام ده، بس بيجيبوا الكميات الكبيره وبيحط لك منه على ما انت عايزه، يعني عايزه لتر عايزه 2 لتر بس. فده كان جايبه ازازه الصابون وازازه الكلور، دي 2 لتر ودي 2 لتر. الاثنين جايباهم ب40 جنيه. الصابون ال 2 لتر ب25 جنيه، يعني اللتر ب12 ونص. والكلور ال 2 لتر ب15، يعني اللتر ب7 ونص بس. فده افضل شويه من اللي هو السايب خالص ده اللي هو بيتباع عند بتاع المنظفات. يعني هو التاني العادي بيبيعوا تقريبا اللتر ب9 تقريبا او 8 ونص حاجه كده. فدوت افضل، ده اللتر ب12 ونص حلو قوي. بصوا ريحته ليمون، ريحته تحفه بصراحه. انا بعد ما بغسل المواعين بحس ان انا حاطه ريحه ليمون كده ومعطره المطبخ كاني رشه حاجه في المطبخ. ريحته حلوه جدا، بحبها قوي. فانت لما تتعاملي مع حد بتاع منظفات كويس، يعني بيغنيكي شويه عن الحاجات اللي هي الغاليه بتاعت الشركات زي ماي واي او فيري او الكلام دوت. فجبت ازازه الصابون وازازه الكلور دولت. بس دول بقى ايه هنحتاجهم في غسيل السجاد. انا السجاد مش بغسله باوكسي بس او اريال بس والكلام ده، بحط صابون سائل وبحط كلور وبحط اوكسي وبحط شويه ديتول. بعمل خلطه كده هبقى اعملها معاكم مع بعض، نبقى نعملوها مع بعض. بس وجبت بقى ده بصراحه مهما غلي انا مش بستغنى عنه خالص. ده باور بتاع ماي واي بتاع الدهون دوت. جبته كام حاجه و40 تقريبا، 41 او 42 مش فاكره بصراحه. بس هو يعني في الحدود دي. ده بصراحه مهما يغلى ما بستغناش
سمعش عنه. لو ما لقيتوش هو في الرصاصي التاني بتاع ماي واي برضو، اللي هو من غير بخاخه، بغطا عادي كده، بجيبه برضو لما ما بلاقيش دي. بس الاتنين تحفه بجد. يعني انا عندي دوت احسن من سيترس ده اللي مكسر الدنيا على اليوتيوب وكل الناس بتستخدمه. بصراحه ده بالنسبه لي انا افضل بكتير. يعني انتي لو جربتيه بجد تحفه تحفه يعني. بستخدمه للبوتاجاز، بستخدمه ورا البوتاجاز، بستخدمه للشفاط، بخففه ساعات، باخد حبه منه احطهم في بخاخه تانية مع شويه ميه ولمع بيه الدولاب بتاع المطبخ كده من بره. طبعا البخار والكلام ده ممكن شويه يبقى مدهن من بره، فمع حبه ميه في بخاخه تانية وترشي عليه وتمسحي. بس لو كل يوم عملتي كده مش هتحتاجي تغسليه. بس فجبت ده بس اللي جبته من ماي واي، او جبت ده كمان. ده مزيل عرق اهي باللافندر. بجد والله العظيم احلى مزيل عرق استعملته في حياتي. انا جبت ماركات غاليه جدا، استعملت حاجات من الصيدليه، حاجات غاليه، واستخدم اللي هي زي ركسونا، وفي حاجات تانية اعلى والله جبتها وحشه جدا بالنسبه لي. انا مش عارفه بصراحه انا ايه حبي في بتاع ماي واي مع انه مش غالي. ويعني دوت ب20 جنيه حاليا دلوقتي. الاول كان ارخص كمان، بس والله حلو قوي كمان. ده كريم، وفي منه اللي هو البليه حلو برضو قوي. يعني انا جبت بتاع ايفون وجبت بتاع اورفلام، والله ما عجبني قد ده. انا مش عارفه انا اللي دماغي كده ولا هو فعلا حلو ولا ايه، بس فعلا والله انا ما برتاحش غير لده. فجبت دي كانت ب20 جنيه، كنت برضو محتاجاها. وايه تاني بقى جبته من بتاع المنظفات؟ جبت ده. بصوا ده جيتول سايب، دولت شويه دول كده ب5 جنيه. انا مش عارفه هم قد ايه بصراحه، بس تقريبا نص لتر. انا قلت له هات ب5 وب5 معطر خوخ. بس ده هحطه في التسيق كده بعد ما نخلص وكده نظبط الدنيا، بسيق بيه. وبحطه كمان مع غسيل السجاد، بحط شويه مع الخلطه اللي قلت لكم عليها بعملها لغسيل السجاد. والمعطر ده بحطه في بخاخه كده، وبعد ما بخلص بقى بعطر الدنيا، وريحه الخوخ بتبقى عاليه انتوا عارفين. بس هنعملها بقى مع بعض. جبت ايه تاني؟ جبت كيس اوكسي ابو 10. انا عايزه بصوا بقى حبه قد ايه كيس ابو 10. يعني ايه ده يعني ده يعني الحجم اللي كنا بنجيبوه ب5 زمان، بس يشد بس حاجه بسيطه قوي، بقى ب10 جنيه. يعني ربنا يرحمنا ورحمه. وجبنا كمان جبت السلكه الخشنه دي برضو حلوه قوي، مش بستغنى عنها عشان الحوامل بتاعه البوتاجاز. ما بتنضفش بصراحه غير دي، برش باور وبغسلها بدي، حلوه جدا. انا مش بعمل للبوتاجاز ولا خلطات ولا مش عارفه احط ايه على ايه لا، هو بيغنيني عن كل حاجه. وعلى فكره اوفر كمان. يعني في اللي بيجيبوا مش عارفه كربونات وخل ومش عارفه احط ايه على ايه، وتتعبي صدرك بالروايح وحوار كده. انت بتجيبيه وعلى فكره ما بيخلصش يعني في يوم وليله، ده بيقعد كتير. يعني انت عشان ما بتعمليش بيه غير مثلا حوامل البوتاجاز، او بتعملي فيه الشفاط او كذا بس، فبتعملي بيه حاجات قليله، فبيفضل معاكي على طول، معاكي كتير يعني وقت طويل. بس فجبت السلكه دي، وجبت ايه تاني، وجبت الصابونه دي. الصابونه دي يا جماعه انا قلت له عايزه اصغر صابونه جاب لي دي. انا مش عارفه هحطها في ايدي. بصوا اختفت دي كمان بالورقه. يعني بصوا اغسل بايدي بتختفي في ايدي. فدي كانت ب6 جنيه. انا ما بجيبش صابون ياما، انا كده بنستخدمه الشاور والحاجات دي، بس بحبها يعني على الحوض تبقى موجوده. لو حد حب يعني يغسل بها ايده لازم تبقى صابونه موجوده على الحوض. بس كده. دي بقى الحاجات اللي جبتها عشان بقى نبتدي المعركه بتاعتنا. هنبتدي ان شاء الله بالمطبخ. كده بره يعني الى حد ما نضيف، بس هو بس السجاد اللي هغسله، وهغسل كمان الحافظه اللي انا فرشاها، عشان انا فرشه حافظات في الارض ومشيات وكده. فعايزه عشان ما اسيبش الارض عريانه كده خالص. فانا قبلها يعني قبل العيد بشويه كده، يعني ممكن كام يوم كده ان شاء الله بعد ما اخلص المطبخ واظبطه هغسل بقى السجاد كله. بره نضيف. انا كل يوم انتوا عارفين الحافظات خفيفه، بمسكها كده اطلعها في البلكونه انفضها، واروح ماسحه كده بديتول ولا بمعطر، والدنيا بتبقى جميله. وكده البيت نضيف.
يلا بقى على المعركه بتاعتنا. يلا وتشجعي معايا، حطي تليفونك على ستاند او اي حاجه ويلا بينا. اول حاجه بقى يا بنات، دخلت غيرت هدومي ولبست حاجه كده اعرف اتحرك فيها. وبعد كده بقى فضيت الاكياس بقى اللي كنت جايباها، الحاجات اللي في الازايز كده كده سبتها زي ما هي. فضيت بس الكيسين بتاع المعطر والديتول. الازايز دي كانت عندي من الاول يعني، دي ازازه معطر قديمه، والازازه دي كانت بتاعه ميه بس لونها غير كده، فخليتها بحط فيها منظفات يعني ديتول وكده. بس ودخلت بقى على البوتاجاز، قلت اخلص منه هو كده اول حاجه. شلت بقى الورقه الالمونيا دي اللي كانت عليها، بصوا زي ما هي والله جديده كاني كنت لسه حطاها امبارح، مع اني حطاها من العيد الصغير. بس والبوتاجاز نضيف جدا، بس يعني حاسه ان هو مش بلمعته برضو، فقلت ايه بقى، بما انها بقى تنظيفه عميقه للمطبخ وكده، رحت جايه ملمعاه، قعدت المع فيه كاني مش هطبخ عليه تاني. بس رشيت له رشه باور كده ونقطتين صابون. الصابون روعه يا بنات، انا حطيت شويه في الازازه اللي شفتوني بحط منها دول، شويه صغيرين، ورحت مكملاها ميه، بجد تحفه. وغسلت بقى وشه وظهره، فرمته بصراحه. بس ندمت اني غسلت بالسلكه الخشنه كده على الستيكر اللي انا حطاه، جرحه وقشره فخلى شكله مش حلو، بس تمام يعني مش مشكله. هو كده كده الازاز كنت بحط له ستيكرات كتير، كنت كل شويه اغير ستيكر لحد ما لزق كده، جيت اطلعه ما طلعش كامل، بقى حتت كده. فالازاز ما بقاش ينضف عندي تماما، يعني لما باجي اشيل الاستيكر دي بيبقى فيه بواقي ستيكر. عملت كل الطرق معايا، عملته بالاستشوار وعملته وحطيت فلاش وحطيت حاجات كتير قوي، ما فيش ولا حاجه نفعت طلعته. فبحاول من وقت للتاني كده بغير الاستيكر اللي ورا. بس بقى وبشيل الصابون كده بالفوطه، بشطفها واعصرها وارجع تاني امسح الصابون. اهم حاجه في البوتاجاز ان اللي هي اللمعه الاخيره اللي هي التنشيفه دي، حتى لو دعكاه كويس جدا وما نشفتهوش كويس برضو مش بيديك اللمعه الحلوه. وعشان بقى تلاقيه بقى بيبرق كده فضه معاكي، حطي له نقطتين كلور، وروحي جايه فركاه كده بالليفه او بالسلكه وسيبيه ثانيتين، وبعد كده روحي جايه منشفاه، هيديكي لمعه فظيعه. بس حطيت برضو النقطتين الكرول اللي قلتلكوا عليهم دول وسبتهم، وشويه صغيرين رحت جايه مسحهم برضو بالفوطه كده، وخلاص بقى بيلمع وبقى قشطه معايا. جبت بقى الحوامل حطيتها في الحوض ورشيت عليها الباور ده بنات وهم. هي الحوامل برضو الى حد ما نضيفه، انا يعني الحاجه المطبخ عندي يعني كويس نضيف، يعني مش ما نقدرش نقول اللي هو يعني بايظ خالص، لا تمام يعني. العيون اكتر عينين اللي هما بستعملهم دول هما اللي فيهم حروق كده شويه، هما اللي تعبوني شويه يعني. وفي اللي هما التانيين اللي قصادهم بستخدمهم قليل جدا فكانوا نضاف. بس اوعي تحطي على العيون دي باور، هتلاقيها لونها اتغير معاكي، ومهما تدعكي خلاص هي خدت لون. ولو العيون بتاعتك واصله لحاله صعبه قوي يعني، هاتي من عند الموان، عارفين الصنفره الناعمه اللي بيتعمل بها الحيطه، اللي هما النقاشين بيعملوا بها الحيطه، هاتي اللي هي في ناعمه وفي خشنه، هاتي الناعمه واقطعي حته، يعني مش عارفه بتجاب الفخ كده ب5 جنيه او ب7 جنيه تقريبا، وهتقطعي يا دوبك منه حته صغيره كده على قد ايدك، وهتفركي بيها الحتت اللي هي المحروقه قوي اللي انت مش عارفه تطلعيها، هتلاقيه برضو لامع معاكي. وبعد ما تفركي الحتت دي روحي جايه ملمعاه بالسلكه كده، هتلاقيه رجعت تاني معاكي جديد. بس لمعتهم كده، ودخلت بقى على الحوامل بعد ما كان الباور بقى نزل كل الدهون اللي فيهم، دعكتهم بقى بصوا بالسلكه كده اهو بسرعه بسرعه. هما برضو زي ما بقول لكم ما كانش يعني كان نضيف الى حد ما،
فما خدش مني مجهود قوي. طول ما ايدك في الحاجة، حتى عملتي تنظيفة الشهر، تنظيفة العيد، تنظيفة السنة، هتلاقي الحاجة معاكي مادام ايديكي فيها اول باول، ما بتسيبهاش وتهمليها، مش هتتعبك. بس ودعكته بقى كده كله، وهمسكهم واشطفهم بقى. وانتي بتشطفيهم بقى كده، لقيت حاجة كده كده، بايدي كده بنزل كله. وانا البوتاجاز بتاعي بقاله فترة الازاز بتاع الفرن اتكسر، دي تاني مرة يتكسر، مش عارفة ليه بصراحة، ما اعرفش يعني، بس اكيد مش من الحرارة، لان هو بيبقى معمول ضد الحرارة، وبيبقى لوحده كده، ببقى قاعدة بروح بلاقيه اتكسر لوحده، فمش عارفة ايه السبب، وبينزل شبه فتافيت السكر. فهو دلوقتي مش يعني الازاز هبقى اوريهولكوا دلوقتي وانا بدعكه. الازاز اللي هو بتاع الفرن اللي من بره، في ازاز من جوه ازاز من بره، اللي من بره مكسور. فانا بقى بعد الدعكه دي ان شاء الله هركبه، بس قلت ايه يبقى مدعوك كده عشان يركب على نظافه. بس بقى كده ايه، بركب العيون. وحطيت الحوامل، ودي بصوا بقى بيبرق، رجع البوتاجاز، رجع عريس. بس بقى ايه، رحت ده مكان التربو، انا دلوقتي هجر البوتاجاز احطه مكان التربو. فبلمع كده، دي العلبة اللي بحط فيها الرز بتاع الشهر كله اهي. رحت ملمعاها كده واحطها على جنب، وهلمع التربو من جوه نضيف، هوريهولكوا دلوقتي، كنت لسه برضو غسلاه من قريب. وهو كده كده اي حاجه بتقع فيه فانا ايدي فيه على طول بلمعها كده اول باول، فهو مش محتاج يتغسل. دي برطمانات عندي فاضيه، وانا زي اي ست مصريه اصيله بجمع البرطمانات الفاضيه عشان تنفعني طبعا. بس فحطاها كده لما بحتاج واحد باخده. واخر اخر رف دوت حاطه فيه الفوط، وحاطه فيه ملايه كده بفرشها ساعات للوكا لو قعدت كلت في الارض ولا حاجه، والفوط بس كده. بس فلمعته بقى، هو بيبقى متطرب كده شويه من بره، رحت ماسكاه ملمعاه كله وجريته بره، وبدعك الحيطه اللي وراه، رشيت برضو عليها شويه باور، ورحت جايه ملمعه كده، لمع بس. وهجر بقى البوتاجاز احطه مكانها. يلا خشوا شجعوني بلايك بقى، عشان انا الفيديو دوت تعبت فيه بجد. هحطه يعني هجيب البوتاجاز والتلاجة الناحية اللي انتوا شايفينها دي، عشان يبقى عندي مساحة اروح واجي كده، علشان البوتاجاز والتلاجة اما كانوا في الوش، الفرن بتاع البوتاجاز ما كانش بيتفتح لاخره عشان الرخامة اللي في الوش. فكده الفرن معايا بيتفتح لحد الاخر باب الفرن، فكده مريحني اكتر بصراحة. وشوية كده هتلاقوني رجعته تاني مكانه، ممكن تلاقوه في الصالة الجنونة اما بتطلع. بس رشيت بقى باور، الفرن من جوه برضو نضيف، فرشيت باور. وبعد كده حطيت ميه، دي ميه سخنه بتغلي، عشان كان في دهون في المجرى كده بتاعت الازاز اللي اتكسر. بصوا شايفين بقى الدهون نازله، شايفين الميه الصفرة دي نازله ازاي؟ دي بقى ميه سخنه بتغلي مع الباور، خليتهولي فله. طبعا دعكته، بس ما خدش مني دعك يعني ياما، هو يا الباور والميه السخنه قضوا على اي حاجه بصراحه. شايفين بقى الميه الصفرة دي نازله، دي الدهون اللي كانت في الباب. هسحبها بقى، كبيت بقى ميه نضيفه كده، وسحبت اي ميه مش نضيفه بقى في الارض، وجبت بقى الميه اللي من تحت وكده. بس واحط الانبوبه بقى ايه جوه الوحده دي ملهاش باب ولا حاجه، بس انا لما باجي افرش ليها ستاره مطبخ، الستاره اللي هي بتاعت الحوض دي اللي الناس بتحطها تحت الحوض،
انا جايباها بحطها على الرخامه دي، هبقى اوريها لكم ان شاء الله واحنا بنفرش مع بعض. بس وهذا على جنب التلاجة ده كده، وهروح لفاها عشان تبقى ايه موازيه للبوتاجاز. تلاجتي برضو من جوه نضيفه، انا جريتها كده بس، ورجعتها مكانها ولمعتها من بره. وبعد كده نزلت الشفاط، بصوا شكله عامل ازاي. الباور بقى خلى الدهون دي كلها بايدي كده بعملها بتطلع. بصوا فتحت بقى المية السخنة بتغلي، هتشوفوها ينضف في لحظة. بصوا مجرد ما مشيت عليه، شايفين بصوا الدهون بتطلع معايا ازاي من غير اي مجهود ولا اي دعك. في ثواني تك تك كده غسلت بسرعة اهو. اهو هشطفه بقى. دي بقى التلميعة الاخيرة كده بالليفة. بس بصوا نضيف بسرعة ازاي. بس وخلصه كده واسيبه يتصفى بس، وهركبه كده. يبقى ايه خلصنا من الناحية دي خالص. بعد ما اخلصه بقى ندخله على دولاب المطبخ. اكتر ضرفة على طول بتتكركب ضرفة الخزين طبعا، عشان بيبقى فيها حاجات ياما وعلب كتير. بس نصيحة اوعوا تحطوا البرطمانات اللي انا حاطة فيها دي، انا ان شاء الله هغيرها. بس طبعا عشان اغير كل البرطمانات دي هتحتاج مبلغ يعني. فانا شوية كده ممكن اجيب كام واحد في كام واحد، اللي هي البرطمانات اللي طالعة جديدة دي، اللي هي العلب اللي هي المربعة ما بتاخدش مكان معاكي خالص. اوعي تجيبي المدورة، اي برطمان مدور علبة مدورة تبقى وحشة جدا وبتاخد مكان لا وحشة جدا. بس فهو زي ما انتوا نضيف برضو، بس محتاج يعني ايه تلميعة كده وهرتبه معاكم. بس بقى بمسح برطمان كده. هو برطمان ولا بطرمان؟ تالي برطمان ولا بطرمان مش عارف. قولوا لي تحت بقى في الكومنتات، قولوا لي اسمه برطمان ولا برطمان. ايه بلمعه واحد واحد بقى، واحطه شعرية ولسان عصفور وعدس اصفر وعدس بجبة وكل بقى الحاجات بقى، والزيت والسمنة. ده برطمان لما بجيب علبة سمنة كبيرة بفضيها فيه وبرمي السمنة الصفيح، او لو سمنة بلدي. بس هو دلوقتي فاضي يعني. والعلبة دي بصوا حاطة بقى، فيها وانا بواقي بصور الكياس، يعني التليفون ما سخن بفضي جدا كيس من كتر في ما شغلته، برطمان وبيتبقى شوية ولا ففصل. حاجة واخر بحطهم في حته دي العلبة وانا دي. برص الحاجه ما جاتش، كان فصل. فانا بقى رصيت الحاجه كده زي ما انتوا شايفين اهو. دي ضرفه الخزين بتاعتي اهي. هو انتوا تحسوا ان هي مش مرتبه قوي، بس هي كده مرتبه جدا. هي عشان يعني نصيحه، لو انت هتجيبي حاجات برطمانات او حاجه، هاتي الحاجات المربعه. في حاجات حلوه قوي عشان المساحه، ان انت تحطيها فوق بعض. انما البرطمانات المدوره دي بجد بشعه جدا في الترتيب، مهما ترتبي في الضرفه شكلها بيبقى مش منظم. فانا كده بقى حطيت تحت اهو زي ما انتوا شايفين لسان العصفور والشعريه وذرة الفشار والملوخيه الناشفه والنشا والدقيق والبقسماط وعدس اصفر وعدس بجبه والزيت والسمنه والكلام ده كله. وفوق كده حطيت الاكياس المقفوله اهي. والرز انا بحطه في العلبه، وريتها لكم اللي كنت بمسحها. وحاطه هنا العلبه اللي لونها بينك دي، حاطه فيها حاجات الحلويات اللي هي البيكنج باودر والحاجات المعجنات يعني والخميره والكلام ده. ودي شوكولاته فرماسيه. وهنا حاطه بقى حاجات الحلويات الكاستر والكاكاو ديت برضو بستخدمها في الكيكات وفي اي حلويات، لو عايزه اعملها بالشوكولاته وكده. يعني في كذا حاجه ورا، بس انا مش مجمعه دلوقتي، تعبت جدا بصراحه في المطبخ. بس دي بقى كانت ضرفه الخزين، مسحتها طبعا من جوه كويس ومن بره. معلش بقى على الصوت اهي. ثواني بقى هوريكم الضرفه التانية.
وهنا كده حاطه الحاجات اللي بستعملها بس مش كتير. دي السكريه لما بيجي لي حد، ودول برطمانين اللي باقيين اليوتما دولت من طقم التوابل بتاع البهارات اللي كنت متجوزه بيه. وورا ده درق الميه، ودوت ترمس صغير كده بيشيل كوبايتين شاي او 3. جوزي يعني بياخده معاه لو رايح مشوار وكده. وفوق هنا حاطه السرافيز الكبيره، يعني اللي مش بحتاجها كتير لما بيبقى حد عندي بس او كده. يعني كل دي حاجات كبيره ما بستخدمهاش غير لما بيكون حد عندي. بس. وهنا بقى بصوا دي الرشاقه، انا برضو حاطه فيها حاجات انا بستعملها لينا احنا بس برضو مش كتير بصراحه، يعني زي طقم السمك دوت والاطباق الملونه والحاجات دي بستخدمها مثلا عامله بقى اكله حلوه بتاع عايزه اعمل الشكل وكده. بس تحت في الصفايه انا جايبه اطباق اللي هي الازاز العاديه الرخيصه، عشان بصراحه الحاجات دي لو اتكسرت مني بزعل عليها جدا. بستخدمها وبستخدم الحاجات اللي في النيش. اوعي تشيلي حاجتك وما تستخدميش ولا تفرحي بيها، لا افرحي بيها بس حاولي تحافظي عليها على قد ما تقدري. انا حاجات كتير قوي اتكسرت مني اول الجواز بس الحمد لله يعني. فانا دلوقتي جايبه تحت في الصفايه يعني اللي جنب الحوض، حاطه فيها الاطباق الازاز اللي ايديا فيها على طول اللي بستخدمها يوميا، وكل شويه احط حاجه بتاع اغسل فيها حاجه. انما دي ممكن بحضر فيها العشاء الحاجات دي بس، والفناجيل والكلام ده بقى كله. بس كده بنات، اشوفكم بقى في فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت بقى تشجعيني بلايك وخشي وحطي لي كومنت حلو زيك. وباي باي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.